هو التجمع الأكبر من نوعه لمناقشة الوضع في الصومال، إذ يضم أكثر من 50 دولة ومنظمة بدعوة من الحكومة البريطانية. يركز المؤتمر على 3 محاور تتعلق بالعملية السياسية والوضع الأمني، بالإضافة إلى مسألة المساعدات الإنسانية. بناء الأمن يقتضي استمرار الضغوط على القراصنة، وقد وافقت كل من موريشيوس وتنزانيا وسيشل على إيداع القراصنة في سجونهم، كما وافقت أرض الصومال على استعادة القراصنة المدانين. وقدمت الإمارات 15 مليون دولار لدعم خفر السواحل في سيشل، وتعد الدنمارك واليابان داعمين أساسيين أيضا. ندعو دول العالم المنهمكة في محاربة القرصنة البحرية إلى توجيه أنظارهم نحو تهدئة الوضع الصومالي أولا وأخيرا، حتى يكتب النجاح لعملياتهم البحرية بجهود أقل تكلفة وأفضل نتيجة من محاولتهم الحالية. كما قالت الولايات المتحدة إنها لن تؤيد أي حكومة انتقالية تستمر في البلاد بعد أغسطس آب هذا العام. لن يتم التسامح مع أي محاولة لترسيخ الوضع الراهن المترهل وإعاقة مسار التقدم، وسنشجع المجتمع الدولي على فرض مزيد من العقوبات، ومن ضمنها قيود على السفر وتجميد أموال أشخاص في الحكومة الانتقالية أو خارجها يسعون إلى تقويض السلم والأمن في الصومال، أو منع الانتقال السياسي أو تأخيره. مظاهرات الصوماليين في لندن بدأت عشية المؤتمر الذي وجد فيه هؤلاء فرصة للمطالبة بالاعتراف بجمهورية أرض الصومال. هذا الإقليم الذي حصل رئيسه المشارك في المؤتمر على دعم بريطاني للتنمية بقيمة 105 مليون جنيه استرليني. لا ترى الدبلوماسية البريطانية في المسألة الصومالية منبعا لمشكلة القرصنة وحسب، بل تهديدا لأمن بريطانيا الداخلية أيضا، بعد حديث عن تدريب عشرات من البريطانيين من أصول صومالية في معسكرات شباب المجاهدين في الصومال، وتخوف من أن تترجم هذه التدريبات إلى أعمال عنف هنا في البلاد. ويأتي تمويل بريطانيا وهولندا لمركز قضائي لمكافحة القرصنة في إطار جهود بدأت قبل سنوات، منها غرفة العمليات العسكرية هذه في لندن، والتي تراقب حركة الملاحة في خليج عدن تحت إشراف قوات الاتحاد الأوروبي البحرية. هاني بشر، الجزيرة، لندن.